نتكلم بقى على الاهداف شويه. احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن ازاي يكون لك هدف، إيه خصائص الهدف دي اصلا، ازاي نحط هدف، ازاي نكتبه، ازاي نكتب خطه يوميه، ازاي نمشي خطوات في الهدف. انا بس عايزه اوضح كذا نقطه. اول نقطه ان الهدف بتاعنا او الخطه اليوميه بتاعتنا، خلينا نصغرها شويه، الخطه اليوميه بتاعتنا بتبدا من الوقت اللي انا فيه دلوقتي. ما بتبداش ان السنه الجايه يلا السنه الجديده، السنه الجديده لما تيجي علشان اعمل خطه، لا. ولا بتبدا من الاسبوع الجاي. انا غالبا كتير قوي في الاجندات بتاعتي بتبقى معظم الحاجات اللي انا بكتبها من حالا، من النهارده. الاسبوع عندي يعني دي الاجنده اللي انا جايباها النهارده دي ممكن تكون البدايه بتاعتها من دلوقتي، من بكره، عادي مفيش مشكله لو انا الاجندات اللي عندي خلصت. فالفكره عندي او الفكره اللي انا دايما بحب اقولها، ما تستناش حاجه، ما تستناش السنه الجديده تيجي، ما تستناش حدث مش عارف فلان يجي، لا. طالما قررت انك تبدا يلا ابدا. ايه فايده ان يكون عندي هدف؟ ببساطة خالص، الهدف بيخليني أقوم من نومي، بيخليني أقوم من السرير، بيخليني أتحرك، بيخليني لو وقعت أنا عارف إيه اللي بيقومني، بيخليني لو تعبت وزعلت إيه اللي بيقومني، بيخليني عندي رؤية كده بسيطة للي بيحصل، عندي رؤية بسيطة للحياة بتاعتي. عارف أنا عايش ليه، عارف أنا موجود في الدنيا دي ليه، عارف أنا بسعى ليه. عارف أنت لما تكون دايما مضربة مثال يقولك أنا طول عمري بحوش، أو أنا بحوش فلوس كتير قوي بس مش حاسس بأي إنجاز، أو مش حاسس إن أنا بعمل حاجة. ما هو علشان أنت مش عارف أصلا الفلوس دي أنت بتحوشها ليه. غير لما يكون حاطط هدف ان انا بحوش فلوس علشان عندي معرض كتاب جاي مثلا فهصرف كل الفلوس دي فيه. عندي حاجات زي دي، خطط بجيبها، اجندات للخطط دي بجيبها كل سنة مثلا، فبحوش عشانها. عندي كتب عايزة اشتريها، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، فبتفرق، فبقى عندي حافز ان انا اعمل الحاجة. زي اللي بيجي يقولك في نهاية الدراسة انا عايز حد يشجعني عشان اذاكر، انا محتاج حد يحفزني عشان اذاكر. ما هو انت ما عندكش اصلا حافز من جواك علشان تذاكر، لان انت مش حاطط خطه. انت مش عارف اصلا انت في الكليه دي ليه، انت مش عارف اصلا انت في المكان ده ليه، انت مش عارف اصلا انك بتدرس النقطه دي ليه، او انت اتحطيت في البيت ده ليه، او انت خلفتي الولاد دول ليه، او انت عملتي كذا. فلما بيكون عندي هدف وانا عارف انا بعمل ده ليه، برجع له بقى، بفتح الورق بتاعي تاني. دايما بقول اكتب، علشان كده، علشان احنا بننسى، احنا كبشر بننسى، فمحتاجين ان احنا طول الوقت نفتكر. فلما هرجع للاجنده بتاعتي واشوف انا كاتب ايه، انا كان هدفي، انا دلوقتي محبط من الدراسه اللي انا فيها، فانا كان هدفي منها ايه. وانا شخصيا بعمل كده لما بحس ان انا في حاجات كتير قوي عليا والامتحانات وداخله على امتحانات وليله كبيره كده، برجع طب انا كان هدفي ايه لما دخلت الجامعه دي مثلا. انا هدفي واحد اتنين تلاته، فاشوف ها طب يلا احفز نفسي تاني علشان اوصل للهدف ده، فبقوم تاني. يعني الفكره في كده، الفكره مش الناس اللي بتقوم بسرعه دي او اللي بتقوم تاني من اي حاجه هي فيها، دي مش ناس يعني خارقه ولا حاجه، بالعكس دي ناس عارفه هي عايزه ايه. فدي نقطه. رتب اولوياتك، شوف انت عايز تعمل ايه، ومهم ترتب اولوياتك، ما تمشيش تبع اولويات حد. ما تمشيش انا دلوقتي لو حتى لو انا في كليه مش حاببها، دي فيها مشكله؟ طب ما انا ممكن اعمل حاجه تانية انا بحبها جنب الكليه واعمل ده وابدا انفذ في ده. ده سهل دلوقتي لانك ممكن تتعلم اي حاجه من على النت دلوقتي. ابدا خطتك باقل الامكانيات، مش لازم اجيب مخطط اسبوعي بقى ولا سنوي وادفع فلوس، لا. الحاجات دي بتيجي بعد ما بتكون خططت اصلا ازاي هجيب الحاجات دي من فلوسك، وازاي تحوش، وازاي تحط فلوس في الموضوع ده. فالموضوع ده مش سهل، مش حته ان انا يلا انا عايزه، مش هينفع ابدا، معلش، اصل من غير بلان، من غير المخطط الاسبوعي بتاع، معلش انا ما اعرفش ابدا غير بكده. ده اي كلام على فكره. اصل انا ما اعرفش ابدا وما اعرفش اعمل اي حاجه غير من غير صاحبتي، وصاحبتي دلوقتي مسافره، فانا المفروض اعمل ايه؟ ده برضه اي كلام. اصل انا مثلا عندي الاسبوع ده كله امتحانات فمش هعرف اعمل اي حاجه. هنعمل الاساسيات بس، ايه المشكله؟ هنعمل الاساسيات. ان انا لو عندي خطه واضحه في اهدافي مع ربنا وعلاقتي مع ربنا، ازاي ارجع علاقتي مع ربنا صح تاني، وعندي من اساسياتها الصلاه وبعدها الاذكار وبعدها قراءه القران وحفظ القران وكذا 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 وغيره وغيره وغيره. طب انا هعمل ايه؟ هاخدها واحده 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 وابدا اقطعها واحده واحده. مفيش حاجه اسمها اصل انا مستني فلان يعمل كذا، اصل انا مستني لما يجيلي كذا. ما تستناش. طالما قررت تتغير، طالما حطيت هدف، لازم تقوم تنفذه، لازم. دايما الشيوخ ربنا يبارك فيهم بيقولوا لك ان كل واحد فينا فعلا بيجي له وقت بيبقى عايز يقلب حياته، بيبقى عايز يعمل اي حاجه، حاسس كده ان حياته مش مظبوطه، في حاجه غلط، فبدا الخطوه وحس ان لا انا ممكن اعمل كذا وكذا وكذا. لو ما استغلش الوقفه دي والفوقه دي مش هتجيله تاني. دي بتيجي مره في العمر، ولو ربنا كرمك ممكن تجي لك كذا مره، بصدمه بقى، بوفاه حد، بتعب، بتيجي.
بس لو ما استغلتهاش لما الفوقه دي تجيلك خلاص انت هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجة. لازم تقوم طالما قررت ان انت تتغير لازم تدور ازاي تتغير. ما ينفعش اقرر ان انا عايزة اصلي وانا قاعد قدام اللاب يا رب يا رب اصلي يا رب يا رب اصلي يا رب، العصر بيدن وانا قاعد، فجر بيدن وانا يا رب يا رب اعني على ما تقوم. ما تقوم صلي، ما تقوم خد خطوة ربنا سبحانه وتعالى، خطوة اولى فهو هيشدك للباقي. هو ربنا هيعيننا ازاي واحنا قاعدين عاملين كده؟ وانا قاعده اقول يا انا نفسي قوي اخش الكليه دي، انا نفسي ادرس المجال الكويس ده، انا نفسي اعمل مش عارف كذا، انا نفسي يبقى عندي كتب كتير قوي، انا نفسي يبقى كذا. ما هو مش بالنفس ومش بالحلم. اه حلو ان احنا نحلم، بس ده كلام تنميه بشريه اللي هو اقعد احلم بقى وخطط، وفجاه هتصحى هتلاقي المكتبه بتاعتك كلها بقت كتب. ده اي كلام على فكره، مش حاجه اسمها كده. حاجه اسمها ان انا اقوم واسعى، ها يلا، وان ليس للانسان الا ما سعى. انت مش هتعمل حاجة غير السعي. امشي خطوة فيلا ربنا هيديك خطوة وخطوة 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 ولحد ما توصل اللي انت عايزه. انما انت قاعد في مكانك هتوصل ازاي؟ فده ما ينفعش. اول خطوة في التغيير انك تقوم. مبقاش ربنا سبحانه وتعالى باعت لك مثلا وفجأة لقيت نفسك في جروب الناس بتشجع بعض ومش عارف خطط بتتحط وكذا وكذا وكذا، وانت قاعد ما بتعملش حاجة. طب ما هو ربنا اهو ادالك خطوة، يلا شد الخيط بقى وكمل. ما ينفعش اقعد كده. فالفكرة ما تبقاش خالص ان انا بحلم وبتمنى وقاعد. مش ده الهدف، مش ده الحلم. عشان دايما كده بيقولك الهدف لازم يكون مكتوب، لازم يكون متعلق قدامك على المكتب كده علشان تعرف انت عايز تعمل ايه. وحتى لو هدف متقطع، لو انا عايز احفظ القرآن كله بس انا حاليا دلوقتي لسه في سورة البقرة، اكتب سورة البقرة بس، مش لازم اعقد نفسي اقول انا احفظ القرآن كله. فكل ما ادخل المكتب ايه ده انا مش شايف انا ما عملتش حاجة، ده انا ما حفظتش غير سورة البقرة، انا ما كملتش سورة البقرة، حتى انا ما عملتش كذا. قطع، شوف انت نفسيا بتحتاج ايه واعمله. يعني دايما بنقول اسمع الفيديو بتاع حد، خد الاساسيات بتاعته والمناسب ليك طبقه عليك. كلام الناس حتى ايا كان واخد ايه دكتوراه ولا واخد ايا كان، مش قانون عليك، مش قرآن منزل هتنفذ اللي فيه بالحرف، لا. ده في خطط ممكن تعملها لنفسك، في حاجات انت تبلورها براحتك، ممكن تعمل اللي انت عايزه. بس المهم ابقى عندي العناوين الرئيسيه، وبعد كده بقى اكتب فيه اللي انا عايزه. تمام. قوم اتغير، اتحرك، ابدا اتغير، شوف فيه هتعمل ايه، اكتب، سجل، شوف حد يساعدك، كلم حد انت عارف ان هو يساعدك في المجال ده، كلمه. وخلي معاك دايما حد مساعدك، حد بيتابعك، حد بيشوف انت بتعمل ايه. استعين بالله سبحانه وتعالى واتحرك.